فن إلقاء الكلام واحدة من المهارات المهمة اللي أنت المفروض تكتسبها علشان تبقى يوتيوبر ناجح أو ملقي أو أنت تقدم برزنتيشن أو خطيب وتجذب أكبر قدر من أذهان الناس، فلازم تبقى عندك المهارة دي وتكتسبها علشان تبقى مؤثر أكتر في الناس. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ عاملين مع محمد الهواري. عارف النهارده ممكن يكون صوتي تعبان شوية بسبب البرد، ولكن إحنا قلنا لازم ننزل كل يوم سبت بإذن الله ينزل فيديو، فاستحملوني شوية بسبب صوتي، فآمل إن صوتي ما يزعجكوش. خلينا نبدأ بأول حاجة. أول حاجة علشان تبقى ملقي ناجح أو خطيب ناجح أو محاضر ناجح لازم تهتم بجانب التحضير. لازم تهتم بجانب التحضير. اي حاجه لو انت ما حضرتهاش ورحت وجربت حتى الكاميرا، حتى انا دلوقتي مثلا لما اجي اقدم الكاميرا او حصل مثلا شويه رهبه او كذا هتنسى المعلومات، فلازم تهتم بجانب التحضير والتكرار، وانك انت تكرر مع نفسك ان انت هتقول ايه في المحاضره دي او في الخطبه دي او في البرزنتيشن اللي انا هعمله ده. فالتدريب والتحضير مهم جدا، انك تبحث عن المعلومات، مهم جدا تبحث عن المعلومات والمصادر وتفكر فيها، لان احد العلماء سمعتهم بيقولوا انه التحضير والتفكير، انك تفكر في المعلومات كتير وتربط بينها، ده من الحاجات اللي هتخلي التحضير وطريقه الكلام عندك فيها انسيابيه اكتر وعفويه اكتر. وكنت اتكلمت في الموضوع ده في فيديو من الفيديوهات اللي عملتها عن ازاي ابدا على اليوتيوب بتفصيل عن موضوع ازاي ان انت تحضر الفيديو بتاعك، هل تكتب الفيديو كله ولا تكتب العناصر ولا تحضره في دماغك. فكنت اتكلمت بتفصيل عنها اكتر، ولكن خلاصه الموضوع انه انت لازم تحضر الموضوع، لازم تفكر في الموضوع كتير عشان الموضوع يطلع عندك بعفويه. وده يودينا لتاني حاجه اللي هو انت لازم ترتب الحوار، لازم ترتب كلامك عشان الشخص اللي بيتابعك ما يحسش ان هو تاه منك، ما يحسش ان هو اتلخبط. فلازم ترتب كلامك، وترتيب الكلام ده مهم جدا. حتى لو انت عايز تروح تقعد قعده معينه، عايز تروح تنصح شخص معين، انك ترتب الكلام، ازاي هتخش له وازاي هتجذبه ناحيتك وازاي مش هتكفره منك. فالامر ده مهم جدا 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 جدا. ترتيب الكلام، حتى لو انت مثلا شغال سيلز مان او في السيلز، انك ترتب الكلام او كلام المنتج ده للشخص اللي قدامك. فدي من الحاجات المهمه جدا في انك تتعلمها، ترتيب الكلام. وانا عارف ان في اشخاص كتيره جدا عندها مساله ترتيب الكلام والموضوع عندهم بيطلع بانسيابيه، ولكن انت دي مهاره ممكن تكتسبها بالتمرس. فده يودينا لموضوع ترتيب الكلام، انك تعمل الفيديو على هيئه قصه. لازم تعمل الفيديو بتاعك على هيئه قصه بحيث ترتب الاحداث وتخليها توصل بشكل واضح للمشاهد اللي بيتفرج عليك او للمستمع اللي انت بتحضر له المحاضره دي، انه توصل له بفكره واضحه وتوصل له بطريقه انسيابيه. فالناس عموما بتحب القصص، الناس بتحب تسمع القصه بالفطره، اصلا بتحب القصه، ان تحكي لهم قصه معينه تلاقيه انجذب ليك. فممكن لو انت تعمل فيديو كله على هيئه قصه، او انك تحكي قصه للجمهور في الفيديو بتاعك، لان الناس عموما اغلبها بتحب القصص. حتى في القران نحن نقص عليك احسن القصص. الناس بتحب تاخد القصه، ولو انت عايز تمرر رساله او حاجه من خلال القصه دي فيبقى اسهل ليك انك تمرر اللي انت عايز تمرره من خلال القصه. القصه بتاثر في الناس، حتى تلاقي البودكاست في الفتره الاخيره دي بتنجح ليه؟ بيجيبوا شخص يحكي قصته، فتلاقي الناس انجذبت ليه، بتحب تسمعه. فانك تحكي قصه ده من الحاجات اللي هتاثر وتجذب انتباه الناس، او حتى لو انت هتحط القصه دي كهنت للفيديو، كهوك للفيديو. فده ودي الموضوع اللي انت لازم تحط في اول فيديو تشتغل عليه، موضوع الهوك، موضوع اول دقيقه اللي هو الخطاف، تخطف انتباه الناس، تجذب انتباههم. فده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تشتغل عليها، زي ما تشتغل على الفيديو بتاعك. زي ما انت بتشتغل على الفيديو بتاعك وتحط فيه مجهود، فانك تحط مجهود في اول دقيقه اللي هي بتجذب الناس، ده مهم جدا. وممكن مثلا تبداها بسؤال يجذب انتباههم وتفكيرهم، حاجه غير المالوف بحيث تجذب كل الانتباه اللي حواليك، سؤال يحرك ذهنهم، قصه في البدايه، موقف حصل معاك. كل الحاجات دي بتجذب انتباه الجمهور، والناس بتبقى عندها فضول انها تسمع القصه دي، ايه اللي حصل في الموقف ده، فانت كده تبقى جذبت انتباههم. وده يودينا لخامس حاجه واهم حاجه، انك تكون هادي وتحافظ على هدوءك، لان مهم جدا لما انت تبقى هادي عقلك يبقى متزن والافكار تيجي فيه بانسيابيه. انما لو توترت ممكن ده يزلزل الافكار في عقلك، او ممكن ما تعرفش تتكلم. انا حتى مثلا لما باجي قدام الكاميرا فده ممكن يبقى فيه سنه رهبه، فيه سنه كذا، ما بالك بقى بالناس اللي هي بتقدم قدام جمهور او بتعمل برزنتيشن او الكلام من ده. فحته انك تتحكم في مخاوفك ده شيء مهم جدا، لان ممكن يكون في رهبه، انت لسه مش مجرب الموضوع ده، انت ما عملتش حاجه دي قبل كده، فممكن يكون في شويه خوف او شويه رهبه. فانت تعمل ايه؟ ما تفكرش في الافكار السلبيه كتير، انه ممكن الفيديو ما ينجحش، ممكن مثلا طريقتي ما تبقاش حلوه، الناس ما تقبلهاش، ممكن مثلا المحاضره بتاعتي ما تكونش كويسه. لا، ما تفكرش في الافكار السلبيه، انك كل ما انت تفكر في الافكار السلبيه دي فانت عمال تزود الخوف، عمال تزود الخوف، عمال تزود الخوف وتكبر الموضوع جواك. فممكن ده يمنعك ان انت تعمل حاجه اصلا. فمن اهم الحاجات انك ما تفكرش في الافكار السلبيه دي، تفكر في افكار ايجابيه، طمن نفسك وصغر الحاجه جواك. يعني لو حاجه شايفها ان هي كبيره، صغرها جواك. لما تصغر جواك هتبقى صغيره. من العجيب ان الحاجه الكبيره لو انت صغرتها تبقى حقيره، ولو انت الحاجه الصغيره كبرتها تبقى كبيره. فصغر الحاجه دي جواك واطمن واطلع على طول اتكلم. ممكن يبقى في سنه رهبه في البدايه،
عادي، مجرد ما هتخش في الكلام وهتخش في الموضوع هتلاقي الرهبه دي اتزالت منك. وده يودينا لسادس حاجه واهم حاجه، انه انت لازم يبقى عندك علم، لازم يبقى عندك حصيله معرفيه عشان تعرف تتكلم. مهم جدا 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 موضوع الحصيله المعرفيه، هيخلي الموضوع اسهل بالنسبه لك، وهيخلي مع المحاضرات اللي انت بتعملها او الخطب اللي انت بتعملها او الفيديوهات اللي انت بتعملها مع الوقت هتبقى اسهل. اول فيديو مش زي اخر فيديو، مش زي الفيديو اللي انت بتعمله دلوقتي، لان انت اكتسبت مهاره اللي هي عندك معلومات، عندك معلومات في عقلك، فده هتسهل عليك الموضوع. فانت لازم تقرا. طبعا انا مستجد زيكم في موضوع القراءه، فلازم تقرا وتسيس نفسك في الموضوع. وان شاء الله هحاول اعمل فيديو قدام عن موضوع القراءه مخصص للقراءه، اناقش معاكم تجربتي في القراءه فيه. فالمعرفه والحصيله المعرفيه اللي عندك هتسهل عليك الموضوع جدا. بس وهنا تكون خلص نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انتم استفدتوا حاجه، ومعذره على صوتي بسبب البرد، ولكن قلت لازم ينزل فيديو من السبت. فما تنسوش انكم تدعموا المقطع. لو انت عايز تدعم المقطع ادعمه بلايك، ادعمه بشير. ما تنساش انك تكتب رايك تحت في التعليقات لو انت استفدت افاده، ولو عندك خبره او تجربه في موضوع الالقاء والكلام ما تنساش انك تشارك تجاربك معانا تحت في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلام.